نرفض أن يكون علاج هذا الأمر بالفوضى. الخيار الآخر البديل خيار مؤلم، لأن طوائف المجتمع غير متفقة فيما بينها. كيف يصنع العدو رموز المعارضة؟ أولاً، يتم استقطاب الأشخاص المهزوزين نفسياً وغير المتزنين والذين يسعون للفت الانتباه إليهم بأي شكل، ثم يقومون بتعزيز المظلومية عندهم وتشجيعهم على الهجوم على الدولة تحت شعار المعارضة لاستعطاف الجمهور. وبعد استعطاف الجمهور بمظلومية وبطولة مزيفة يتم دعمهم ماديا بمبالغ خرافية لا تتناسب مع قدراتهم المحدودة. أننا نكن كل احترام وتقدير لجيشنا المصري، ولا نملك أن احنا كشعب نكره هذا الجيش، وحرصا وحبا واعتزازا بالجيش وبالبلد. في الوقت اللي العسكر بيحتفلوا بتصنيع وتسليم التخت، العسكر خارج منظوم المجرة من أصله. لمجرد ان انا بكره حاجة اسمها العنصر المصري فسخر كل امكانيات الفضائية عشان اكره العرب في المصري. مصر بقت الخلاصة يا حضرات ان مصر بقت حاجة بايخة قوي. وعند هذه النقطة يتم إمدادهم بمعلومات مغلوطة عن الدولة وأجهزتها مستخدمين أخطر أنواع الدعاية، وهي الدعاية الرمادية التي تستند على معلومة صحيحة والتي قد تكون ممثلة في اسم مسؤول ثم معلومة مغلوطة حول واقعة لم تحدث. معلومات لأول مرة نعرفها عن حكومة السيسي والجيش المصري وأمن الدولة والمخابرات. جايب لك رجالة السيسي وحريم سيادتك في تسريب واحد. من حوالي 5 سنين عملت اسم اللواء فاروق القاضي، اتحدت صفة اللواء فاروق القاضي، شغال الصف رئاسة الجمهورية. ومن هنا تبدأ رموز المعارضة صنيعة أعداء الوطن في الهجوم عليه والتشكيك في كل الإنجازات. المصريين وصلوا لمرحلة بيشحتوا شوية الهوى والمشروعات والمتاجرة بحقوق الفقراء وبث الشائعات والفتن. في مفاجأة صادمة لي على المستوى الشخصي والسياسي. النهاردة الحكومة المصرية أعلنت أن السيسي بدأ في المشاريع الآتية: استصلاح 3 مليون فدان بتكلفة 60 مليار جنيه. طبعا ما عملش أي حاجة منه. وعند اللقاءات الدولية أو دخول مصر في مفاوضات أو صفقات مع أطراف أجنبية يتم استخدامه من أجل إطلاق دعوات للتظاهر داخل مصر على الرغم من تواجدهم خارجها، والحشد ضد الدولة في محاولة للضغط على موقف مصر. وبعد فشل الدعوات وفشل الاستجابة لها تستميت تلك المعارضة المزيفة في الهجوم على الدولة حفاظا على مكتسباتهم وخوفا من تنكيل من صنعوهم وقاموا بتمويلهم. أخبرونا كيف تسير الأمور. في شر موجود، لكن انظر إلى ما يمكن أن تصل إليه، أخير أم شر من الشر الذي أنت فيه؟ بس